أنا وعدتك إني أفضل معاك أيا كانت الظروف إلى الأبد. أي نعم، يعني الوعد ده كده بنكتشف كل ما بنكبر إن مفيش حد يقدر يقول لحد إنه هيقعد معاه للأبد. إحنا شخصيا هيجيلنا وقت ونمشي، كلنا هيجيلنا وقت ونمشي، بس إحنا بنقول ده مجازا كده على اعتبار إن إحنا بنحب حد قوي وعايزين نكمل معاه لباقي من حياتنا وعمرنا. بس بصراحة بقى لما بيحصل اختلاف أو انفصال في أي علاقة بيبقى رد طرف من الاتنين، بس أنت وعدتني إن أنت هتفضل معايا طول العمر. ثواني، واضح كده إني كان لازم أحط شرط وأقول إن أنا وعدتك إني هكمل معاك للآخر، بس هل ده معناه إنك تضربني كل يوم بالقلم مثلا وفي الآخر تقولي بس أنت وعدتيني إنك هتستحملي وتكملي معايا لآخر العمر؟ في حاجات كده كتير ممكن تحصل جوه أي علاقة تخلينا بمنتهى السهولة نتحل من الوعود دي. مفيش حاجة اسمها إن إنسان كان معاك بقلبه وبضميره وبيلتمس ليك أعذار وبيحاول يتجاوز عن حاجات كتير جدا حاصلة، إن أنت كل مرة تستند بقى لوعده ليك إنه هيكمل معاك طول العمر. في اعتبارات كتير جدا تخلينا وإحنا بنمشي نقول إنه إحنا وعدنا بعض إن إحنا هنكون مع بعض في الحلو وفي الوحش، لكن لما الوحش ده يضرني ويأذيني من حقي جدا أمشي، ما بقاش حاسة بالذنب إني في البداية كنت واعدة إني هكمل. لأن أي وعد بالاستمرار زي العقد كده لازم يكون فيه بنود ليها علاقة إنك ما تأذنيش، ما تجرحنيش، ما تخلينيش أبدا أحس بالإهانة. لو الكلام ده دلوقتي حسيتي إن هو جالك كده في منطقة أو في قصة بتعيشيها دلوقتي، ده يبقى شيء كويس جدا، وممكن كمان تكتبي ده في الكومنتات. ولو حسيت إن هو هينفع حد تاني ممكن جدا تعمله منشن في الكومنتات.